نقول تاني، اعتقد ان انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده بس نقول تاني. مصري كان بره البلد وارتكب جريمة في البلد اللي هو فيها دي وهرب، رجع مصر، بيتحاكم على الجريمة دي في مصر ولا لا؟ كل مصري ارتكب خارج القطر فعل يشكل جريمة طبقا لقوانين الدولة اللي ارتكب فيها الجريمة، وكان بيشكل في نفس الوقت جنحة أو جناية في مصر، وهرب رجع على مصر من غير ما يتحاكم في الدولة اللي تم ارتكاب الجريمة فيها، ينفع يتحاكم في مصر. يعني نفهم من كده ان ليها شوية شروط. ان الفعل اللي انت ارتكبته ده يكون جريمة في البلد اللي انت ارتكبته فيها، وفي نفس الوقت يكون جناية او جنحة في مصر. يعني ما ينفعش مثلا مصر عايش في ايطاليا واتجوز على مراته هناك، هو هناك جريمة